ريال مدريد عامل زي طالب في ثانوية عامة اللي جاب مجموع بس ما دخلش الكلية اللي هو عايزها برضه. ماتش عجيب، ماتش من بره كوكب الأرض. توربين الحارس مرمى يجيب جون، تفهمش ازاي حارس مرمى يسجل هدف. امبابي بيحاول وحيدا وطرد اسينسيو ورودريجو مع بعض في نفس الماتش. ماتش غريب عجيب. التاسع وال 24 اخر واحد من فوق واخر واحد من تحت، في حاجة يعني غريبة فشخ. ريال مدريد كان فاضل له سنة تكة بس ويتأهل، والناحية التانية بنفيكا كان فاضل له تكة وما يتأهلش. فكان ماتش بصراحة جامد 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 يعني. حتى المدريدي الفهمان هيبقى مبسوط بالماتش. بس بنفيكا عملت المعجزة، ومش بس بالفوز انما بالجون الرابع اللي جه من الحارس توربين. اعمل لايك وتعالى نتكلم في المهزلة اللي حصلت دي. متوقع كده هل ريال مدريد هيتلاعب برضه بنفيكا ولا بودو جلمت؟ كل فرقة النهارده كانت بتموت بعض عشان كله يضمن ان هو ينجح ويخش في اول 8 ويريح باله من بلاي اوفس ومش بلاي اوفس. بس ريال مدريد ما عرفش ينجح في الاختبار، وده بسبب عدة حاجات. مع انه كسبان الماتش اللي قبليه مثلا 2-0 ضد فياريال، وكسبان الماتش اللي قبليه 6-1 ضد موناكو. بس ما تفهمش فيه ايه الموضوع يعني. حاجة غريبة جاري، انت يعني موضوعك معقد، انت حالتك صعبة بصراحة يعني معلش. وبنفيكا على الناحية التانية كسبان الماتش اللي فات 2-0 وداخلة جاهزة، بس برضه ما حدش كان يتوقع خالص ان بنفيكا تعمل اللي هي عملته ده نهائي، ان هي تجيب 4 تجوان. وكمان بنفيكا ما تأهلش بسبب ان هو كسب. بنفيكا تأهل من بنفيكا كان هيبقى 25 مثلا. بنفيكا تأهل بسبب ان هو جاب الجون الرابع. يعني بنفيكا لو ما كانش جاب الجون الرابع كان زمانه مركز 25. عشان كده حتى تلاقي اللعيبه بتاعت بنفيكا بعد الجون الرابع قعدوا يحتفلوا ويعملوا ومش عارف ايه. فالجون الرابع بالنسبه لهم كان هو مؤاخذة بس معلش فرج يعني ست سلم عليك، ازيك فرج عامل ايه؟ فالجون الرابع بالنسبة لهم هو كان الموضوع، وهو كان كل حاجة، يعتبر في كل حاجة. بصراحة كانت لحظة جامدة وتقشعر كده الواحد، اللي هو انت حققت اللي انت عايزه. والناحية التانية ريال مدريد ماتش غريب بيتألق فيه كالعادة هو بس كيليان امبابي، والباقي عليه علامة استفهام. اتطرد فيه برضه حاجات غريبة برضه أول مرة أشوفها، يعني خناقات ومش عارف إيه، واتطرد فيها رودريجو واسينسيو وهما الاثنين انطردوا. فبقى ريال مدريد بيلعب بتسع لعيبه والناحيه الثانيه بنفيكا ب 11. الهدف الرابع بتاع بنفيكا كان فيه قصه وحكايه، ان الجماهير قعدت تصفر على مورينيو ويقولوا له ان هم ايه مش هيتاهلوا برضه حتى لو كسبوا 3-2. لحد ما مورينيو فهم وقعد يقول لتوربين ان هو يطلع على يروح ان هو يلعب الفاول، يعني يقف مع الناس وكده مع اللعيبه عشان الكره تتلعب بالعرض، وتوربين يحطها بالراس الحارس. ودي حاجة من النوادر برضه بنشوفها في الكورة، إن حارس مرمى يجيب جون أصلًا. ف ويبقى توربين عريس الليلة. فهو أصلًا ما شاء الله عليه هيلف طويل، فيعني حاجة جامدة بصراحة. فكانت لقطة جامدة بين الجمهور وبين مورينيو وبين توربين وفرحة لعيبة بنفيكا نفسها برضه يعني. بنفيكا طبعًا كلنا عارفين بنفيكا والعقد اللي عندهم وحوار إن هم ما بيكسبوش بطولات. فيعني لو قدر مورينيو إن هو يحقق معاهم إنجاز كبير فهتبقى بصراحة إضافة في كارير مورينيو أكيد وفي تاريخ بنفيكا برضه. وعلى الناحية التانية صديقي مدريدي جاري يا جاري، ما تزعلش برضه، يعني أنت لسه برضه عندك أمل إن أنت تتأهل عادي. يعني أنت هتلاعب بنفيكا برضه، يا إما هتلاعب بودو جلمت. ف فبرضه يعني مع ان الاثنين بنفيكا وبودو جلمت دلوقتي في مستوياتهم يعني جامدين فشخ. يعني بودو جلمت كسبت سيتي، وبرضه كسبت النهارده، وشغال كاسبر هيج ده شغال يجيب اجوان من الجوله اللي فاتت. والفريق ما شاء الله عليه يعني شادين حيلهم. وبرضه بنفيكا انت لعبتها اهو، وهم دلوقتي هيبقوا واخدين عليك ادفانتج ان هم دلوقتي كسبانينك اصلا مره قبل كده، فهيبقوا داخلين عليك ايه وهم شادين حيلهم يعني. ففي الحالتين انت محتاج تشد حيلك يا جاري في المواجهه اللي هتلعبها يعني، سواء كانت بودو جلمت او بنفيكا، لان هتبقى صعبه عليك ومحتاج ان انت تتاهل. مع ان انت مالكش ضغط برضه، يعني انا جينا نتكلم بجد، انت مالكش ضغط ان انت مدربك مشي، تشابي الونسو مشي، واربيلوا برضه يعني ما هواش برضه مدرب يعني. فانت لو خسرت عادي برضه، بس يعني بتحاول على قد ما تقدر تبقى وصلت لحتة كويسة. يعني دور ال16 الجمهور مش بيعتمد الكلام ده. الجمهور بيبقى عايز إن حتى لو بمدرب بديل او حتى مدرب مؤقت برضو ان هم ايه يروحوا في الموسم وان هم يقدروا يحققوا حاجة يعني. فمدريد هيحاول يحقق طلب الجماهير، ولكن حتى لو خسر عادي يا صاحبي ما تزعلش. يعني عادي، انت كده معاك 15 دوري ابطال اوروبا، اقعد بقى عليهم يا باشا 10 سنين عادي مش مشكله. واحنا برضو مش هناخد في حاجه في 10 سنين دول، احنا كبرشلونه، وهنفضل برضو خمسه وانت 15 بس. وده كان شويه كلام كده عن الماتش الغريب العجيب لريال مدريد. واستنوا حلقه هتوقع فيها ايه اللي هيحصل او مين هيلاعب مين. مدريد هتلاعب بودو جيلمت ولا بنفيكا؟ هنتوقع كل الفرق.
هانزّلها النهارده برضه إن شاء الله بالليل، واستنوا الحلقة دي عشان الحلقة دي هتبقى فيها ضحك وهبل كتير بجد، بس وسلام.